في مدينة المحلة الكبرى، مدينة من أغنى مدن جمهورية مصر العربية، هناك من يقطنون المقابر وهناك من يقطنون حياة أقل بكثير من المقابر. معا لنتعرف معا على بعض فئات المجتمع الذين تاجروا بهم بعض رجال الأعمال وبعض أعضاء مجلس الشعب استخدموا أصواتهم لينتشلوهم من هذه الحياة. معا لنتعرف عليهم سويا. مهدي طايس محمد القروني. أيوة، حضرتك موجود هنا ليه يا حاج؟ موجود علشان عامل كشك جنب مقترب سيدي حسن البدوي، وجاي حصل فيه الحريق الساعة 2 الظهر، الساعة 3 الا ربع الظهر. الكشك ده مكان عيشتك؟ عشت ونمت وكل حاجة ليه. مفيش أي سكن تاني غير؟ مفيش أي سكن ولا أي مكان غير هو ده. طيب حضرتك قدمت في المحافظة أو في مجلس المدينة؟ قدمت وادوني جواب من سنة ونص وقالوا هنطلع لك نجيب لك شقة، محدش سأل فيا ولا حد عبرني. كنت عايش قبل كده فين؟ عايش هنا برضه. بقالك قد إيه؟ بقالي بتاع أكتر من 10 سنين. وقبل ال10 سنين؟ كنت قاعد مع أبوي في بيت أبوي. يعني أنت بقالك 10 سنين هنا قدمت في البيروقراطية، الخطة الزمنية، هناك برامج أهم، فهل هناك أهم من حياة الإنسان؟ هل هذه تعتبر حياة إنسان؟ إليكم بعض مشاهد لبعض فئات المجتمع الذين يعيشون في مثل هذه الخيام والأكشاك الغير مؤهلة لحياة المواشي. أمامنا أيضا عائلتان احترق مأواهم ما هو إلا كشك لا يفرق كثيرا عن الأكشاك التي رأيناها وسجلنا معها. هؤلاء هم العائلتان القاطنين في الكشكين، 3 عائلات قاطنين في الأكشاك المحترقة. حضراتكم عايشين هنا في الأكشاك اللي ولعت دي؟ عايشين بقالنا 20 سنة هنا. 20 سنة. قدمتوا في الحي أو أي حاجة أو جالكوا حد من قدمنا وجالنا بحث وجالنا كتير وما خدناش أي حاجة وقاعدين هنا نايمين في الشارع اهو زي ما أنت شايف، ولا في حمامات ولا في مية ولا في. أنتوا كام أسرة عايشين في الأكشاك اللي اتحرقت دي؟ احنا كتير. كام أسرة يعني؟ أنا وعيالي؟ لا، كام أسرة موجودين في الأكشاك؟ 4 أسر. 4 أسر جنب بعض، أكشاكهم ولع. مالكوش مأوى تاني؟ مفيش. يا حاج حضرتك قلت لي في حديثك قبل كده إنك مريض. إيه نوع المرض اللي عندك يا حاج؟ صدري. في المصحة على طول. علي صوت حضرتك شوية من فضلك. في المصحة على طول، بقعد في المصحة بكتب يعني في المصحة على طول. عندك مرض إيه يا حاج؟ صدري. عندك ربنا يشفيك يا رب ويرفع عنك. وقلت لي إن الحاجة مريضة برضه؟ شايلة كده. شايلة كده شايلة كده اليمين والشمال باخد لها علاج. واحدة شايلها والتانية مضخمة. فهي بتاخد علاج تبع نفقة الدولة. تبع نفقة الدولة. مستشفى الدولة. في بعض الأهالي طبعا بيساعدوا في العملية وحاجات زي كده. في أهالي شغالين؟ لا. طيب. مستشفيات بس. فاحنا قاعدين بقالنا هنا يجي 9 سنين، الصيف والشتاء، الصيف والشتاء نايمين هنا يعني. كنت قاعدة هنا قبل دي ما تتبني. كانت تراب يهود. دي كنت بانية جنبها هنا الكشك وقاعد. في اسوار هنا. وبعدين لما جم شالوا لي من هنا نقلت جنب التراب هنا. أيوه. قاعدة بقالي هنا 4 سنين وهنا 4 سنين. تمام يا أم. صيف وشتاء. شاكرين يا أم. على كده، الله يسترك. شاكرين يا أم. لا تنتشر المرض يا رب.